مين اللي قال إن اللي فات بيتنسي؟ خصوصا لو كان اللي فات بيوجع ويقهر. أنا غصب عني عملت أكبر ذنب في حياتي. أكتر شيء كان بيوجعني وبيقهرني حسست بغيري من غير ما أحس. أنا عبير، حكايتي بدأت لما كان عمري 28 سنة ولسه ما كنتش اتجوزت وكنت عايشة مع ماما. وفي يوم جالنا مكالمة من أختي سارة وكانت مش قادرة تتنفس، ولقيتها بتقول: الحقيني يا عبير، الحقيني، مش قادرة أتنفس وحاسة إني خلاص. جريت عليها ورحت لها من غير تفكير أنا وماما، ولما وصلنا طلبنا الإسعاف ووديناها أقرب مستشفى. وهناك الدكتور قال لنا: للأسف يا جماعة، كل الإشاعات بتأكد إن مدام سارة عندها كانسر في الرئة وفي مرحلة متأخرة. المسألة مسألة وقت. كلام الدكتور وجع قلبي وبقيت مش قادرة أتحرك خطوة قدام. ماما مسكت قلبها وقالت: يعني إيه؟ دي لسه ولادها ياسين وسلمى عمرهم 6 سنين، دول ما شبعوش منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا أوضة سارة ولقيناها مبتسمة وقالت: كنت عارفة من بدري لكن مرضتش أقول لحد فيكم، وبما إنكم عرفتوا فدلوقتي أقدر أقول لكم خلي بالكم من ولادي. بالله عليك يا عبير خلي بالك منهم، ولو قدرتي تتجوزي عاصم من بعدي أنا مش هزعل، مادام ده في صالح ولادي أرجوك اعمليها. بالله عليك يا أمي اقنعيها. قلت لها وأنا منهارة: انتي بتقولي إيه؟ محدش هيدخل مكانك أبدا يا سارة، ومستحيل مستحيل أقبل أخد مكانك، وبعدين انتي بأمر الله هتخفي وهتبقي كويسة صدقيني. سارة سكتت وبقينا نلف بيها على المستشفيات أنا وماما، لأن عاصم كان بيسافر 2 أسبوع وبيقعد 2 أسبوع بحكم شغله. ولما عرف ما كانش مقصر معاها، بالعكس كلنا كنا جنبها ومحدش فينا فارقها لآخر يوم في حياتها. ولما قابلت رب كريم يومها أولادها ما فرقوش حضني، كانوا خايفين رغم صغر سنهم وعدم معرفتهم الكافية لمعنى الفراق. وعدى 6 شهور والولاد معانا، وعصام كان بياخدهم كل 2 أسبوع لما بيرجع من السفر. وفي يوم عصام قال لي: أنا عايزة أفتحك في موضوع مهم يا عبير. طبعا انت عارفة الولاد كانوا متعلقين بأمهم ازاي، ومن بعدها بقوا متعلقين بيكي. وانا جاي النهاردة عشان اطلب منك طلب، وياريت تفهميه وتقدري الظروف اللي اتحطينا كلنا فيها. انا جاي اطلب ايدك عشان نخلي بالنا من الولاد سوا. انا مش هقدر عليهم لوحدي، وانتي مسيرك تتجوزي وساعتها مش هتبقي فاضية ليهم. صدقيني انا مش قصدي اي شيء غير مصلحة الولاد. اتعصبت عليه وقلت له: طب كنت استنى لما تعدي أول ثانوية لأختي، جاي عايز تتجوزني دلوقتي؟ ومين قالك إني هوافق أتجوزك وأدخل بيت أختي وأخد مكانها؟ اسمع يا عصام، ولاد أختي في عيني من غير جواز وما تقلقش عليهم، أنا مستحيل أسيبهم، ولو سمحت بلاش تفتح السيرة دي معايا مرة تانية. ومشي عصام بعد ما حس بالإحراج وما فتحش الموضوع معايا تاني. لكن بعد شهر واحد عرفت إنه اتجوز وجالنا البيت عشان ياخد الولاد، وكانت معاه العروسة وماسكة إيده وقال لها: أهي دي بقى يا ستي عبير أخت المرحومة، ودي حماتي، ودي يا جماعة تبقى حسناء مراتي يا عبير. ردت وقالت له: كانت حماتك؟ إزيك يا طنط؟ إزيك يا عبير؟ مش يلا بقى عشان ناخد الولاد ونروح يا حبيبي؟ وعصام سمع كلامها فورا وأخد الولاد ومشيوا. لكن بعد ما مشوا الولاد بطلوا يكلموني نهائي، ولما كنت بتصل بيهم أنا وماما ما كانوش بيردوا علينا. قلبي اتقبض عليهم. ولما ماما اتصلت على عاصم رد عليها وقال لها إنه مسافر والولاد قاعدين في البيت مع حسناء. رحت أنا وماما فجأة عشان نطمن عليهم، ولما خبطنا على الباب سمعنا صوت حسناء. سمعنا بتقول لسلمى: افتحي الباب، ايه اتطرشتي مش سامعة؟ لما البنت فتحت لقيت هدومها كلها مية. مسكت ايديها ولقيتها ساقعة. قلت لها: ايه اللي عمل فيكي كده يا حبيبتي؟ البنت قالت لي وعيونها كلها دموع مكتومة: طنط حسناء، طنط حسناء قالت لي اغسلي المواعين. دخلت الشقة وانا متعصبة، وماما حضنت البنت وبقت تعيط وبتقول: الله يرحمك يا بنتي،
يا وجع قلبك عليهم في تربيتك. لقيت حسناء دخلت وقالت: في ايه؟ انتوا ازاي تدخلوا الشقة من غير ما تستأذنوا؟ قلت لها: يرضي ربنا تخلي طفلة عمرها 6 سنين تغسل المواعين؟ فين ياسين هو كمان؟ لقيت ياسين خارج من الحمام وهدومه برضه مبلولة، ولما سألته قال لي إنه كان بيغسل المشايات زي ما طلبت منه مرات باباه. قلت لها: ليه تعملي فيهم كده؟ اتقي الله فيهم، دول أيتام، وأما اليتيمة فلا تقهر. عملوا لك إنه يوصلك إنك تحوليهم لخدامين عندك. ردت وقالت لي: وأنا مش خدامة ليهم يا عبير، لو عايزين يقعدوا يبقى الطبق اللي ياكلوا فيه يغسلوه ويساعدوني في شغل البيت، وبعدين يا حبيبتي أنا حامل وعايزة راحة. ردت ماما وقالت لها: طب اعملي اللي جاي في الطريق وارحمي اليتيم عشان ربنا يوقف لك ولاد الحلال وتقومي بالسلامة يا بنتي. حسناء زعقت فينا وقالت: هو انتوا جايين بيتي تعلموني الأدب؟ طيب أنا هوريكم. الحقوني يا ناس، الحقوني، جايين بيتعدوا عليا ببيتي، امشوا اطلعوا برا بيتي. وطردتنا أنا وماما من بيت أختي. بقينا ماشيين نبكي من حسرتنا على سارة أختي، وماما بصت لي بزعل وقالت لي: انتي السبب، انتي اللي ما نفذتيش وصية أختك واتجوزتي عاصم. كان قلبها حاسس إن ولادها يتلطموا من بعدها. قلت لها: ما أقدرش يا أمي، ما أقدرش أخد مكان أختي، ما أقدرش. روحنا البيت وماما كلمت عاصم وحكت له على اللي حصل، لكن عاصم ما كانش بيسمع لماما نهائي وكذب كل كلمة قلناها. ولما نزل من السفر وطلبنا منه الولاد منعهم عننا، وعشان كده ماما رفعت قضية عشان تاخد الولاد يتربوا في حضننا، يتربوا بعيد عن عذاب حسناء. وبعد شهرين اتحكم لنا وأخدنا الولاد يعيشوا معانا. كانوا كل يوم يفضلوا يعيطوا ويحكوا لنا قد ايه حسناء كانت إنسانة بشعة معاهم، وازاي كانت بتعاملهم ولا الوحوش. بقيت أنا وماما نعملهم بكل حب وحنان، وعوضناهم عن كل الأذى اللي شافوه، والولاد نفسيتهم اتحسنت مع الوقت. وعرفنا بعد فترة إن حسناء خلفت وجابت عامر، وللأسف عاصم نسي ولاده تماما كأنه ما خلفش من الأساس. وفي يوم ماما اتصلت بيه عشان تقوله إن الولاد محتاجين فلوس. مراته أخدت التليفون منه وقالت: زي ما أخدتوا العيال ورفعتوا قضايا، شيلوا الشيلة كاملة. أما عاصم فما عندوش غير ولد واحد بس اسمه عامر، وولاده اعتبرهم إنهم قابلوا وجه كريم مع أمهم. وقفلت حسناء السك، وأنا قلت لماما: ولا يهبك، أنا هشتغل وكل جنيه هصرفه على ولاد أختي، وبكرة يكبروا يبقوا أحسن الناس. بقيت أشتغل بدل الشغلانة 2 عشان أعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. ومرت السنين وعصام نسي ولاده، وكانت حسناء بتتعمد تبعتلي من وقت للتاني صور لعاصم هو وابنها، وتقولي خلي الولاد يشوفوا أخوهم وقد ايه أبوهم بيحبوا ونسيهم. كلامها كان بيقهرني، بس كنت بتجاهلها ومش برد عليها. ومرت السنين والولاد بقى عمرهم 12 سنة، وعامر بقى عمره 6 سنين. وفي يوم جالنا خبر صعب جدا، وهو إن عاصم وحسناء وابنهم عملوا حادثة كبيرة، واللي نجي هو عامر وبس. غصب عني فرحت في حسناء إن ابنها يعيش نفس شعور ولاد أختي، وإنه اتحرم من أمه. وفي يوم المحامي جالنا البيت وقال لماما: اسمعي يا حاجة، طبعا حضرتك عارفة إن عاصم الله يرحمه عنده ولدين وبنت، وشرع عليهم ميراث، ومن ضمنهم الشقة اللي سابها المرحوم. بس في مشكلة، وهو إن الولاد مش هينفع يعيشوا لوحدهم، لازم حضرتك تاخدي الولاد وتروحي تقعدي بيهم في شقتهم. ماما ردت وقالت له: مفيش مشكلة، لكن عامر هيبقى مصيره إيه؟ رد المحامي وقال لنا: للأسف الولد ملوش حد ياخده، مدام حسناء كانت وحيدة، وعاصم كل قرايبه قال إنهم مش مستعدين يشيلوا ولاد مش ولادهم. رديت وقلت له: وإحنا كمان مش مستعدين نشيل مسؤوليته، نقدر نوديه دار أيتام من إمتى؟ ماما اتخضت من كلامي وقالت: ليه يا بنتي؟ لأن هنعمله مع ياسين وسلمى، ما نعملوش مع عامر. قلت لها: لا يا أمي، ده ابن حسناء، مكانه دار الأيتام،
وأنا مستحيل أربي إنسان أمه كانت شيطانة ما تعرفش ربنا، مصيره هيكبر ويبقى زيها. رد المحامي وقال: طب يا جماعة، أنا بس طالب منكم تستضيفوا الولد لحد ما خلص إجراءات دخوله دار رعاية، وبعدين هبقى أخده منكم. الولد كان سامع كلامي ومرعوب وساكت، وأنا دخلت أوضة حسناء ولميت كل اللي فيها، وقلت لسلمى: انتي مش كنتي مقهورة لما حسناء رمت هدوم مامتك وقطعت صورها؟ يا عامر، تعالى يا عامر، شوف حاجة مامتك وهي بتترمي يا حبيبي. عامر جالي وهو بيبكي وبيترعش وقال لي: أنا مش عملت حاجة، عشان خاطري بلاش تخوفيني. مسكته من إيده وقلت له: ادخل اغسل المواعين، وبعدها عايزاك تغسل المشايات. أنا مش عايزاك تلعب ولا تتفرج على كرتون، وانسى الخروجات خالص. ما أنتوا في حبايب خالته، استعدوا عشان هتروحوا الملاهي النهاردة. كانت ماما بتاخده من إيده وبتبعده عني وتقول له: حقك عليا أنا يا حبيبي، ما تزعلش. كان يفضل حاضنها ويعيط من غير صوت. ولما خرجت الولاد كانت سلمى مش مبسوطة، ولقيتها بتقولي: عشان خاطري يا خالته، عشان خاطري بلاش تعاملي عامر وحش، هو أخونا برضو. بصيت لها وقلت لها: واللي مامته عملته معاكم كان عادي يا سلمى، دي بهدلتكم وحسستكم بأصعب أحاسيس في الدنيا. ردت سلمى وقالت لي: بس هي خلاص يا خالته ما بقتش موجودة، واحنا مش مسامحينها لأنها أذتنا، إنما هو ما عملش حاجة، ده صغير قوي ومحتاج حنيتك زينا بالظبط ويمكن أكتر يا خالته. كلام سلمى أثر فيا، وأصرت إنها تجيب له حاجة حلوة وإحنا مروحين. ولما روحنا عامر جري علينا وقال لنا: وحشتوني قوي. سلمى أخدته في حضنها كأنها أمه وقالت له: وانت كمان وحشتنا، خالته عبير جابت لك الحاجات الحلوة دي كلها. بدون مقدمات لقيته جري عليا وحضني وبيقول لي: أنا آسف لو كنت زعلتك. ما قدرتش أحضنه ودخلت أوضتي أعيط وأقول: الله يسامحك يا حسناء، انتي اللي خليتينا أتحول من أحن إنسانة لأوحش قلب. كان عامر كل يوم يصحى قبلي ويجي ينام جنبي، وكان يسيب البيت كله ويجي يقعد معايا ويفضل يبصلي. عرف ازاي يحببني فيه وكأنه ملاك، عكس أمه تماما. حسيت وقتها قد ايه أنا كنت إنسانة غير سوية لما حاولت أصفي حساب والدته فيه هو، ودلوقتي بقى زيه زي ولاد أختي. وبعد شهر المحامي اتصل بيا وقال لي إنه خلص كل إجراءات دخول عامر دار رعاية. وقتها قلت له من غير تفكير: أنا مش هسيب عامر، وهيتربى مع أخواته. وعاش عامر هو وياسين وسلمى، والسنين مرت وماما قابلت وجه كريم، وأنا كبرت، واللي شالني دلوقتي هو عامر وياسين وسلمى. ومش هبالغ لو قلت إن عامر بقى ليه في قلبي حتة مميزة عن إخواته. لغاية النهاردة مش عارفة سببها إيه. كبرتهم وبقوا سندي وعكازي في الدنيا، وكأن ربنا أراد إني ما اتجوزت وما يتقدمليش عرسان عشان اداني أحلى 3 هدايا، وكرمني وخلاني أربي 3 أيتام محتاجين رعايتي وحبي وحناني. ونصيحة لكل مرات أب بتسمعني: افتكر إن محدش ضامن عمره، وفي لحظة كل الموازين بتتقلب، وكما تدين تدان.